بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الكريم العليم الخبير. خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والفؤاد. أنزل الغيث مباركا فأحيا به البلاد، وأخرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العابدين، ونتوكل عليه في كل وقت وحين، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، ونسأله النجاح في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنزه الذات عن الأشباه والأنداد، الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد. خلق 7 سماوات طباقا بغير عماد، ومن أرض مثلهن، وأرسل الجبال كالأوتاد. ومن الأرض مثلهن وأرسل الجبال كالأوتاد. سبحانه وتعالى، سبحانه سبقت كلمته أن من أطاعه فاز، ومن كفر أمهله له بالمرصاد. وأشهد أن نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد، المبشر بالآخرة وينبذ الغل والأحقاد، وأكرم الناس إذا عز مال أو قل زاد، بعث والقوم قد ساد فيه ذل الشرك ساد، ودعاهم إلى الهدى فلم يجد منهم إلا العناد. أراد بهم خيرا لكنهم تربصوا به الدوائر من كل جبل وواد، وحين خضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد، نادى بعفوه وبالصفح الجميل من قبله المناد. اللهم صل وسلم وبارك عليه، حيث الصلاة عليه لنا خير زاد. حياكم الله. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوات بارك الله فيكم، إن معرفة الله سبحانه وتعالى تزيد في محبته وخشيته وخوفه ورجائه ومراقبته والإخلاص في القول والعمل له، وهذا هو عين سعادة العبد، ولا سبيل إلى معرفة كل ذلك إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته، والتفقه في معانيها. وأخوات بارك الله فيكم، معرفة أسماء الله الحسنى لها 7 قواعد يجب أن نتعلمها. أولا، أسماء الله الحسنى كلها حسنى، أي بالغ في الحسن غايته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثانيا، أسماء الله الحسنى كل أعلام وأوصاف. أعلام دالة على الذات، وأوصاف ما دالت عليه من المعاني، يعني اسمه الرحمن ووصفه أيضا رحمن رحيم سبحانه وتعالى. وأيضا أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت 3 أمور. أولا، ثبوت ذلك الاسم لله سبحانه وتعالى، وثبوت الصفة أيضا له، وثبوت حكمها ومقتضاها، مثل الصفات، إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى، ولكن الكيفية لله الله أعلم بها سبحانه وتعالى. أيضا هذه الأسماء دالة على ذاته وصفاته،
وتكون بالمطابقة والالتزام. مثل ذلك إنه سبحانه وتعالى خلاق خالق عظيم سبحانه وتعالى، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق سبحانه وتعالى. وأسماء الله سبحانه وتعالى أيضا أخوات أسماء توقيفية لا مجال للعقل فيها، مثل ما جاءت مثل في الكتاب بالسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الأسماء. وأيضا أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني. وأيضا وأخيرا البعد عن الإلحاد في أسماء الله تعالى. الإلحاد يا خواتي يعني هو الميل بها عما يجب فيها، يعني أغير الأسماء إلى أشياء أخرى، وهذا بأنواع. أولا أن ينكر شيئا منها، أن ينكر هذه الأسماء، وهذا لا يجوز. وأيضا أن يجعلها دالة على صفات تشبه صفات المخلوقين، وهذا أيضا لا يجوز. مثل أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له بالأب، والفلاسفة العلة الفاعلة، وهذه أسماء لا تجوز لله سبحانه وتعالى، ما أنزل الله بها من سلطان. أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون، مثل سموا العزى اشتقوها من اسمه سبحانه وتعالى العزيز، وسموا اللات من الإله، وهذا أيضا لا يجوز، وهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. سبحانه لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمونه كنقرة عصفور في بحر. نسأل الله الثبات. اليوم أخواتي بفضل الله تعالى نتكلم عن اسم من أسمائه سبحانه وتعالى التي كلها حسنى. اليوم راح نتكلم عن اسمه سبحانه وتعالى الخبير. أخوات، وردها اسمه سبحانه وتعالى الخبير في القرآن الكريم 45 مرة، تارة مرة مفردا، وتارة مقرونا باسمه سبحانه وتعالى العليم، وتارة مقرونا باسمه سبحانه الحكيم، وتارة مقرونا باسمه سبحانه وتعالى البصير. وكثيرا ما يأتي بقوله سبحانه وتعالى بما تعملون خبير، أو خبير بما تعملون. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة العاديات: إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وقوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: قال نبأني العليم الخبير. وقوله عز وجل في سورة فاطر: إن الله بعباده لخبير بصير. وقوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام: عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وقوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أما المعنى من اللغة في كلمة الخبير، الخبير العالم بالشيء. أما معناه في حق الله سبحانه وتعالى، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. وقال الغزالي رحمه الله تعالى: الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة
ولا يجري في الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا تضطرب نفس، ولا تطمئن، إلا ويكون عنده سبحانه وتعالى خبرها، أي بمعنى العليم. لكن العليم يختلف. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الخبير هو الذي أحاط علمه بالضوء، العليم الخبير هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي والماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء من الأشياء. الخبير هو العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والخفية. طيب، انتوا سمعتوا، انتوا راح تقولون شنو الفرق بين اسمه سبحانه وتعالى العليم والخبير؟ يقول علماء أخوات بارك الله فيكم: في الفرق بين هذين الاسمين إن كان العلم مطلقا أو أضيف إلى علم الله سبحانه. إذا كان العلم مطلق يعني مظاهر فهو عليم، أما إذا أضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى من الأمور الباطنة والمستترة والخفية فالله سبحانه وتعالى خبير. والعليم هو العلم الكامل لله سبحانه وتعالى الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، علمه واسع محيط بكل شيء. أما الخبير هو العالم ببواطن الأمور والعالم بالظواهر سبحانه وتعالى. يعني العليم عالم بالظواهر، والخبير عالم بالبواطن سبحانه وتعالى. فالخبير يعني يأخذ معنى العليم، لكن العليم لا يأخذ معنى الخبير سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عالم بالظواهر والبواطن والأسرار والإعلان، ويعلم سرائر عباده وضمائر قلوبهم سبحانه وتعالى. كل شيء عنده هو يعلم به سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى خبير بالحقائق والمعاني، عليم لا يماري أو يجاري سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عليم وخبير بكل شيء سبحانه وتعالى. طيب، أنا أعرف أن الله سبحانه وتعالى خبير، وخبير دقة قلبي. ماذا أقول؟ ماذا تحرك به نفسي؟ عالم بكل شيء ومطلع عليه. ما هي آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى الخبير؟ أول شيء، دائما إحنا كل ما نتعلم اسم ونعرف الله أكثر راح تزيد محبتنا لله سبحانه وتعالى. أول أثر لكل اسم نتعلمه هو معرفة الله سبحانه وزيادة محبته سبحانه وتعالى. وأيضا إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى علينا أن يعني نعلم إن الله سبحانه وتعالى خبير بعباده جميعا، وبس البشر، وإنما الملائكة والجن والإنس وكل شيء سبحانه. لا تقع ورقة إلا هو يعلم بحاله سبحانه وتعالى كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه خافية منه. قال تعالى في سورة فاطر: إن الله بعباده لخبير بصير، يعلم ما تقولين ونيتك والأشياء اللي تحك بصدرك كلها رب العالمين يعلم بها سبحانه وتعالى. سبحان من يعلم يسمع ويعلم النملة السوداء في ليلة الظلماء على الصخرة الصماء سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى وخبير سبحانه وتعالى. علينا أن نوقن إن الله خبير بأعمال عباده. يعني العبد إذا كانت نيته صافية والصادق لله سبحانه وتعالى الله يعلم وخبير به، والإنسان والمؤمن إذا كانت نيته إذا مصادقة رب العالمين يعلم به. علينا أن نوقن بهذا. قال تعالى علينا إذا علمنا بهذا اتقينا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله قال في كتابه العزيز: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. طيب، يعني
خبير بعباده في حال استقامتهم وإحسانهم وفي حال انحرافهم والتوائهم. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى أيضا في سورة النساء: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يعني رب العالمين يعلم بكل شيء، خبير بكل حال. ومن علم إن الله سبحانه وتعالى خبير ببواطن الأمور مطلع عليه، استحى من الله سبحانه وتعالى، استحى من الله أن يراه مذنبا واستغفر وأحسن عمله وأخلص عبادته لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ حتى يصل به الحال إلى مقام الإحسان. والإحسان بارك الله فيكم أخوات كما ورد في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أخرجه البخاري ومسلم. قال أحد الصالحين: قطب الطاعات للمرء في هذه الدنيا إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر. وهذا من آثار معرفة اسمه سبحانه وتعالى الخبير. ومن علم إن الله سبحانه وتعالى خبير بذلك كله وآمن به إيمانا لا ريب فيه، راقب ربه وارتدع عن ذنبه وحفظ بصره وفرجه وكل شيء، لأنه يعلم إن الله مطلع عليه سبحانه وتعالى. أيضا يدفعنا معرفة اسمه سبحانه وتعالى الخبير الالتزام بطاعة الله ورسوله. قال سبحانه وتعالى في سورة المجادلة: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. طيب، وهذا أي شيء يمنعنا من مقارفة الذنوب، لأن الله يعلم بينا وخبير بينا إذا أذنبنا وعملنا أعمال مصالحة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. أيضا من آثار هذه المعرفة أخوات، تعلمين الله خبير، يعرف ماذا في قلبك وإن لم تتكلم. ماذا نتعلم هنا؟ شيء الدعاء، نتعلم الدعاء. فالمؤمن إذا عرف اسم الله الخبير ناجاه في سره، حتى لو ما تكلمتي ينجب النفس تكلمي: يا رب العالمين. رب العالمين يسمعك، رب العالمين أقرب إن من حبل الوريد سبحانه وتعالى. نناجيه في سرنا ونسأله في سرنا وندعوه في سرنا، ولا نحتاج رفع الصوت، لأنه قريب خبير يعلم ما في الصدور سبحانه وتعالى. ولنا أخوات في قصة يونس عليه السلام عبرة. نبي الله يونس عليه السلام في بطن حوت، وهذا الحوت في ظلمات البحر، لكن الله سمعه ويعلم به سبحانه وتعالى. من يعلم به غير الله سبحانه وتعالى؟ في بطن حوت في بحر ظلمات اللجي سبحانه وتعالى سمعه، وسمع دعاءه وتسبيحه واستغفاره سبحانه وتعالى الخبير. وأيضا أخوات، هذا أيضا يعلمنا أن نستسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى ونأخذ بشرعه سبحانه وتعالى. والعبد المؤمن أخوات إذا علم بأن الله تعالى خبير عليه عالم به، أصبح في معية الله. والعبد إذا أصبح في معية الله سبحانه وتعالى، الله يرفعه ويطهره ويجعله في حرز دائم وخشية دائمة، ويكفيه الله سبحانه وتعالى دنياه، ويكفيه سبحانه وتعالى دنياه، ويجعل الدنيا راغي يعني جاية له، تأتي له، ويجمع شمله ويبارك له في رزقه. وهذا العبد لا يعرف الضيق والهم، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز في سورة الطلاق: يعني كل إنسان مؤمن ويتقي الله رب العالمين يجعل له مخرج ويرزقه
رزق يأتي، لأنه قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلينا أخوات أن نفكر ونتفكر في قدرة الله، ونقول دائما: يا من يرى في الضمير ويسمع، أنت المعز لكل، أنت المقدر والمعز لكل ما يتوقع، يا من يرجي للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبافتقاري إليك فقري أدفع، ما لي سوى لقرع بابك حيلة، فلئن رددتني يا ربي فأي باب أقرع، حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، فلك الفضل أجزل، وأنت الوهاب الواسع، اللهم الطف بنا يا خبير يا عالما بالسرائر والخفايا. أخوات، احنا فرقنا بين العليم والخبير. ذكرنا إن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء الظاهرة والمستقبلية، وإنه خبير يعلم الأمور في القلب. طيب، لو نقرب فد مثال حتى تكون الصورة إليش واضحة أخواتي. دكتور عبد السلام النابلسي ذكر فد مثال لطيف جدا حينما فرق بين معرفة اسمه سبحانه وتعالى العليم والخبير. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولكن مثال لتقريب المعلومات. يقول: لو أنا تشاهدوني، بس لكن أنا أمسكت كأس من الماء وحركت منها المكان إلى مكان آخر، كأس ماء حولته، مسكت بيدي وحركته من مكان إلى مكان. طيب أخوات، أنتم جميعا لنفرض إحنا في حلقة أنتم شاهدتوني أنا حركت هذا الكأس، هذا علم، أنتم عرفتوا أنا حولت الكأس، لكن أنتم تعرفون أنا ليش حركته؟ ما هو الدافع الذي حملني على نقل هذا الكأس؟ ما هي الخواطر التي خطرت في بالي؟ لا تعلمون. علمتنا إنه توقف، لكنه سبحانه وتعالى الخبير بكل شيء. يعني أنت تشوفين أشياء الظاهرة تعلمين، لكن الخبير والأمور اللي في الصدور وبالقلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أنت ممكن تعملين عمل ويشك فيه أحد، شوفي الناس تصلين تعبدين، لكن النية الله أعلم بها، الله أعلم، الله أعلم. أو تدعين مثل صديقة تحبيها، كلام الطيب، سلام الجميل، لكن أنت بداخلك تكرهيها، فقط الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب. إحنا الظاهر، لكن البواطن ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى الخبير. طيب أخوات، إحنا مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة إن اسمه سبحانه وتعالى الخبير اقترن بأسماء أخرى بعض الأسماء، ومن هذه الأسماء الذي اقترن بها اسمه سبحانه وتعالى الخبير في القرآن الكريم، أولا عدة أسماء اسمه سبحانه وتعالى اقترن مع اسمه العليم والحكيم واللطيف والخبير. طيب، أول اقتران إن اسمه سبحانه وتعالى الخبير باسم العليم، وهذا الاقتران جاء في القرآن الكريم 5 مرات، وذلك في قوله تعالى في سورة النساء: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقوله تبارك وتعالى في سورة التحريم: قال نبأني العليم الخبير. وقوله عز وجل في سورة الحجرات: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وأيضا جاء هذا الاقتران مع اسمه سبحانه وتعالى، يعني اسمه سبحانه وتعالى الخبير باسمه الحكيم، وهذا الاقتران جاء 4 مرات في القرآن الكريم. وأيضا اقترن اسمه سبحانه وتعالى الخبير باسمه سبحانه وتعالى اللطيف، وأيضا اقترن اسمه سبحانه وتعالى الخبير
باسمه سبحانه وتعالى البصير. طيب، مع اسمه البصير ورد هذا الاقتران 5 مرات في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، وقوله تبارك وتعالى في سورة فاطر: إن الله بعباده لخبير بصير. طيب، هذا الاقتران شنو سببه؟ اقتران هذا الاسمين أدى إلى معنى زائد، وهو إنه سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا الخبير في عالم بدقائق الأمور سبحانه وتعالى، المحسوسة والظاهرة والخفية والبصير بالأمور المبصرة، لكنه سبحانه وتعالى خبير ولطيف وبصير. أما كلمة البصير واسمه سبحانه وتعالى البصير هو العالم بالأمور المبصرة. بهالحالة راح يتقدم الخبير على البصير لأنه أشمل. يعني عندنا احنا في سورة الإسراء وسورة فاطر ورد اسم الخبير وبعده البصير، فعندنا هنا بهالحالة اسمه سبحانه وتعالى تقدم اسمه سبحانه وتعالى على الخبير وعلى البصير لأنه أشمل. طيب، أما لحد الآن أخوات أتمنى محاضرة اليوم، أتمنى من رب العالمين يتقبلها منا ويجعلها في ميزان حسناتنا ووالدينا ويرضى ويجعلها حجة لنا لا علينا يا رب. واجعل يعني أعمالنا الصالحة ونياتنا الصالحة وقلوبنا يعني صادقة يا رب العالمين. نسأل الله تعالى القبول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.